بعد النجاح الباهر اللي حققه الموسم الاول من حكاية شو، الناس كلها قالت لك الانمي ده جامد ولازم تكمل فيه، ولذلك واستجابة للطلب جميع الجماهير رجعت لكم النهارده اخواتي بالموسم التاني من حكاية شو. فعشان كده عايزك انا زعيم تصلي على النبي وتركز في البداية عشان تستمتع بالنهاية، ولو عايز الجزء التاني اكتب لي في الكومنتات. ويلا يا عم سلام، مشاهدة ممتعة. بيبدأ الموسم التاني من حكاية شو بشو. هيبدأ بمين يعني؟ حكاية شو هتبدأ بشو. صحيح، لو لسه مشفتش الموسم الاول او ناسي منه حاجة يعني تقدر تشوفه من اللينك اللي تحت في الكومنتات او اللي في الوصف. وطبعا مش محتاج اقولك انها عظمه لان دي حاجه اكيد معروفه من مازو يعني. ومن غير كتر كلام يلا يا عم سلام، اسيبك مع الفيديو. مشاهده ممتعه. في يوم مشمس وجميل كان شو قاعد بيبيع التوفو وبيكمل حياه الخنزره بتاعته. دخل عليه واحد تخين كده وقال له انا عاوز توفو. شو قال له انت عاوز توفو؟ الراجل قال له ايوه. شو قال له خلي بالك التوفو بتاعي بيرجع الشباب تاني. فالراجل اتصدم والباروكه وقعت منه وقال له بالله عليك اديني توفو اديني توفو. شو قال له طب انت عايز كام واحد؟ الراجل قال له هات 3 ولا اقول لك هات 5. شو قال له مفيش غير واحد بس عايزه؟ الراجل قال له ايوه هاته هات. شو قال له للاسف والله التوفو ده مش للبيع ده للعرض بس. الراجل اتصدم وشو اخد منه نقط خنزير كالعاده والله. من ناحيه تانية بقى كان المدرسين عاملين اجتماع علشان يعتذروا لاولياء امور الطلاب فصل الديوان، وده طبعا علشان هم دخلوهم للحطام وعرضوا حياتهم للخطر، بس علشان الاجتماع ده للاباء بس. وشو يتيم فكان متنكر كده ولابس نضارات وبدله وضارب بطاقه، وكل ده علشان يعرف يحضر الاجتماع مش اكتر. جوه القاعه بقى كان الاباء متعصبين جدا علشان عيالهم كانت هتموت. واحده من الامهات بتقول لابو رئيس الفصل انا سمعت ان ابنك قتل 3 هياكل في الحطام، ده شكله مستقبله باهر. فالراجل افتخر بابنه كده وكان فرحان جدا. ولكن بعدها بتتكلم واحده تانية وبتقول له سمعت ان في طالب اسمه شو قدر يقتل 10 هياكل بحالهم. فدخل شو هو متنكر وفضل يطبل لنفسه بيقول لهم 10 هياكل ايه اللي شو هزمها دي؟ ده شو هزم 200 هيكل على اقل تقدير. صادق. شو ده لو دخل التمثيل هيمثل احسن من محمد رمضان. صادق. شو ده لو لعب كوره هيلعب احسن من رونالدو. صادق. شو ده لو دخل التلخيص هيلخص احسن من مازو. لا فيدي كداب. واحسن لك يا شو انت متتحطش معايا في عداوه لاحسن بموت ها. شو بعدها بيفضل يهري على الناس والناس بيعجبوا جدا بشو. وابو رئيس الفصل كان مصدوم وبتطلع منه نقط علشان شو سرق الاضواء من ابنه وكان عمال بيطلع في نقط. المهم بعدين بقى الناس بتساله هو يعرف شو منين. قال لهم مين شو؟ ما انا هفهمكم انا شو. الناس اتصدمت وكسب منهم نقط وبعدين اتعصبوا عليه علشان الاجتماع ده للاهالي بس، وازاي طالب يدخل للاجتماع كده. المعلم اتعصب عليه بس شو راح وقال له ما انا يتيم يا استاذ علشان كده جيت احضر مكان والدي. المدرس قال له تمام بس تقعد وتسمع وانت ساكت. شو قال له عيب عليك عيب. المهم المدرس بدا يتكلم وبيعتذر منهم على تعريض حياه اولادهم للخطر وان دي ما كانتش حاجه في الحسبان، وبيعرفهم ان موضوع الانضمام للمنظمه ومحاربه الشر والاشرار ده اختياري، يعني اللي مش عايز ينضم براحته واللي عايز طبعا فوق راسنا، وطبعا خدماتهم ديت مقابل فلوس. فالواد شو قال لك فلوس على الفلوس بتاعه التوفو، على النقط السلبيه اللي باخدها من خنزره التوفو، على النقط اللي هكسبها من خنزره المدرسين. ده انا شكلي هبقى ملك الشياطين القادم بقى. ما ترحم ابونا بقى يا عم، بقالك موسم بتقول كده بس ما علينا يعني. الاهالي بعد كل الكلام دوت كانت لسه متعصبه برضه ومعارضين ان عيالهم تتعرض لاخطار مش محسوبه مره تانية. وبعدها المدرس بيديلهم قصيده حب في الوطن والكلام بتاع طوابير المدارس دوت. والصدمه بقى انهم بيوافقوا حتى اللي كانوا معارضين، ودي شكلها قوه حب الوطن ولا ايه؟ ولو وصلت لهنا يا عزيزي بقى انزل اثبت وجودك في التعليقات تحت، انزل واكتب قوه حب الوطن فرع انمي مازو. وبعدين تعالى نكمل ما تبقى من حكايه شو. بيكمل المدرس والوطن ومش الوطن وبتاع بس ما علينا احنا يعني. وفي مكان تاني بقى كان رئيس شبكه السماء في حطام كده واتجمعت عليه جواسيس وفاكرين انهم هيقدروا عليه، بس ده مش شخص عادي، لا ده رئيس شبكه السماء اقوى مستخدم للهاله. بيهجموا عليه ورئيس شبكه السماء بيصد هجماتهم بسهوله، وبعدين بيديله بوكس في وشه كده بيجيب دم من كل حته، وبعدين بيرفع ايده ويد كمان بتساويه بالارض حرفيا لدرجه ان الارض بتتكسر من تحتيه. يا الهي ما مقدار قوه هذا الرجل بالتحديد؟ لقد انهى على الجاسوس في لكمتين فقط. الراجل ده يستحق منصبه وبكل جداره. واحد تاني من الجواسيس لما بيشوف اللي حصل دوت بيدي اشاره لاصحابه عشان يتكتروا عليه. غلبان قوي الجاسوس ده والله. بيتجمع عليه 3 من اخطر واقوى الجواسيس، بس تتخيل ان الكلام ده هياكل مع الرئيس؟ لا والله. بيهجموا عليه ال3 مره واحده بس الرئيس بيطلع ثورجان كده وبيصد كل هجماتهم وبيهبط بيه على الارض كده وبيلزق 2 منهم في الصخره. بيتجمع عليه 3 تانيين وخلاص على وشك انهم يسيبوه، او ده اللي كانوا فاكرينه يعني. الرئيس اتشقلب في الجو كده وصد كل هجماتهم. 2 من الجواسيس حاصروه بسيوفه وواحد منهم استغل الفرصه وكان بيضحك وفرحان. بس انت متخيل ان الابتسامه ده تفضل على وشه كتير كده؟ لا والله. بيطلع على ظهر واحد تاني كده وبينط على الرئيس. الرئيس طبعا ثابت ومش فارقه معاه. 3 بيتحدوا وبيهاجموه
سوا. الرئيس طبعا بيصد هجماته، واحد بقى من بعيد بيضرب عليه سهم ناري قوي جدا. الرئيس بيستشعر فيه نية القتل وبيرد له السهم بطاقة اكبر وقتله. 2 تانيين بقى بيهاجموه في نفس الوقت، بس ده بيتفاداهم وبيطير السلاح من واحد فيهم. رامي السهام بقى حس ان الراجل ده مش طبيعي فقرر يهرب. الرئيس لما شافه كعب الواحد فيهم ومسك السكينة اللي كانت لسه في الهواء ورشقها في ظهره وخلص عليه. لا جامد. واحد تاني بقى كان عايز يهبده بالمرزبة اللي في ايده دي، بس الرئيس بيعمل حركات بالعصايه كده وبعدين بيرشقها له في نص جسمه. جاحد اقسم بالله. واحد تاني بقى بيطلع يجري وحاول يهرب، بس الكلام دوت ممكن يحصل في مكان واحد بس. ايوه زي ما جه في بالك كده صديقي. عندها ثانيه الا ثانيه رئيس المنظمه كان قدام منه وراح جاي خبط واحده كده بالعصايه رجعته لبعيد وكسرت بيه الصخره الضخمه دي. كان في الوقت دوت مش قادر يتحرك وبيلاقي كل اصحابه ميتين قدامه. بيقوم بعدها وكان متعصب جدا. رئيس المنظمه قال له خلاص وقتكم خلص معايا فيلا سلام. الجاسوس بيتعصب جامد، بس رئيس شبكة السماء بيطلع عين التكوين اللي اخدها من الموسم الاول واللي كانت عبارة عن السيف دوت. الجاسوس بقى كان في اوج قوته بس اخرج فاضي يلا. الرئيس في ثواني بيشوفه وهو بيزود في قوته اكتر واكتر وقدر يشكل هالة غضب نارية، بس وبكل تأكيد الرئيس بيخلص على هالته المتشكلة دي والجاسوس بيموت. من جانب تاني بقى في الاجتماع شو كان قاعد في الاجتماع وبيكمل في حياة الخنزرة بتاعته، بيترخم على الاهالي وبيكسب منهم نقط، وبعدها بيكلم المعلم في قصيدة حب الوطن والنيل والكلام ده. ابو رئيس الفصل بيوافق يضم ابنه للمنظمة، وبعدين الاهالي اللي كانت معارضة بتوافق هي كمان، وبعدين بيخلص الاجتماع دوت وشو بيروح على بيته وكان بيجهز في اوراق للمدرسة بتاعت لو، بس بيكون زهقان شوية فبيفتح خريطته النجمية وبيلف عجلة الحظ وبيطلع له توفو، بيلف تاني وبرضك بيطلع له توفو، بيلف تالت وبرضك توفو، بيفضل يلف لحد ما بيطلع له شطيرة كده. فالواد بيكون متضايق وبيفضل يلف اكتر واكتر، والنقط اللي جمعها كانت عمالة بتقل وبتقل، وفي الاخر بيكسب 36 توفو. فالواد طبعا كان زعلان على اخره، بيرقد على السرير كده وبيكون فاقد للامل وبيلف العجلة برجليه وفعلا بتجيب له حاجة حلوة. بيقوم بسرعة وبتكون عبارة عن فاكهة غريبة. الواد بيفرح جامد طبعا وبعدين بياكلها وبيبدأ جسمه كله انه يتوهج. الزمن بيتوقف وبيجي شعاع قوي كده جاي من اقصى الفضاء وبيهبط على كوكب الارض وبينزل على بيت شو، بيدخل جوه جسمه وبيمتص جسم شو كل الهالة، وبعدين بتخلص كل حاجة. بعدين بيطلع شو على اخته وبتكون قاعدة بتتفرج على التلفزيون وبتاكل في الشيبسي، والسنجاب جنبها يموت وياخد واحدة، بس لو بتاكل ومش بتديله اي حاجة. السنجاب ده صعبان عليا الصراحة. بعدها البت بتقول له ما تزعلش خد واحدة افتح بقك، بتقربها منه كده وبعدين بتاكلها. السنجاب بيتصدم وبيفضل يطلع في نقط كده. بعدها شو بيسأل لو بيقول لها عايزة تاكلي ايه؟ البت بتقول له بص يا شو يا اخويا يعني مثلا هات كريب سندوتش شاورما الحاجات ديت يعني. فالواد بيبص على اللي معاه كده وبيكون مصدوم لان معهوش الحاجات اللي هي عايزاها دي، فبيسيبها وبيدخل اوضته. ولو بتبص للسنجاب كده وبتاكل ومش بتديله اي حاجه. السنجاب طبعا بيتصدم وشكله هيطلع عينه معاهم، بس ما علينا يعني. بيطلع شو على العجوز والعجوز بيقول له انا كنت فاكرك مش هتيجي علشان انت لسه طالع من الحطام، فكنت فاكر انك هتريح شويه وبعدين هتيجي علشان تكمل تدريباتك على المسايفه، ومش من عادتك يعني انك تكون بالنشاط دوت. شوف في الوقت دوت كان عارف ان العجوز الخبيث ده بيختبر عزيمته، بس شو بيقال له انه انضم للمنظمه وعايز يتدرب علشان ما يكونش في خطر في الحطام اللي بعد كده. العجوز قال له خلي بالك شغل المنظمات ديت صعب ومش هتقدر عليه، بس شو كان عامل نفسه مش سامع كده وكان بيتدرب ولا همه. فالعجوز بيتصدم وشو بيكسب منه نقط. بعدين بيقول له هو قبل ما يكون في طاقه روحيه كانت منظمه القتال وظيفتها ايه؟ العجوز قال له وظيفتها جلب السلام العام. شو قال له يا راجل صدق ما كنتش اعرف. طبعا العجوز بيتصدم وبيطلع في نقط. شو بعدها بيقول له ما تفهمنيش غلط بس ليه سلام عالمي مع انك ممكن تعيش مع لو وتريح دماغك من الموضوع دوت اصلا. العجوز بياخد منه السيف وبيقول له لو كل الناس بتفكر زيك الناس اصحاب السلطات هيتكبروا وهيعيشوا في الارض الفساد وهيفتروا على الناس والدنيا هتبوظ، ومنظمه السماء ضروريه علشان تحافظ على التوازن بين القوه والضعف. شو بيكون مبلم ومش فاهم حاجه، فالعجوز بيقول له انسى الموضوع وكمل تدريباتك وانا هرشدك للطريق الصح علشان تزيد من هالتك وقوتك. وبيلوح بسيفه كده وهالته بتملى المكان كله. قوه هالته مش طبيعيه. شو كان واقف ومنذهل من قوه العجوز الجباره، وبيكمل العجوز في حركاته وكان جامد اخر حاجه. بيضرب ضربه في السما كده بتغير صفاء الجو بالكامل. شو طبعا كان متفاجئ ومذهول جدا من العجوز ده، واكيد الراجل دوت لما كان لسه صغير كان جامد اخر حاجه باين. بعدها العجوز بيرجع له السيف وبيقول له كل ما زادت الطاقه اللي بتجمعها قبل الهجوم كل ما كان هجومك جامد وقوي. فالواد بيفهم الكلام وبيسأل العجوز عن امتى هو هيقدر يستخدم المهارتين اللي العجوز استخدمهم من شويه. العجوز قال له لسه بدري عليك يا شو. قال له بقى كده
طب تعالى نجرب. بيزود تركيزه وبالفعل بيلوح بالسيف وبيقدر يشق الهوا من اول محاولة. العجوز طبعا كان مصدوم ومش مصدق ودخل على بيته كده وعامل نفسه مش فارقة معاه، بس اول ما بيدخل بيفضل يصوت بصوت عالي وشو بيكسب منه نقط بالكوم. وشو طبعا كان في قمة السعادة واليوم خلص على كده. وفي تاني يوم جيا بيجي للبيت عند شو، بيدخل وبيلاقي البيت نضيف وجميل، فبيقول لشو ان زمايله بيكرهوه علشان هو بياع وفوضوي. وجيا اتفاجئ لما شاف البيت نضيف كده، ما يعرفش ان السنجاب اللي منضفه، بس ما علينا يعني. بيقعدوا بعدها وبيتكلم جيا وبيقول لشو اننا احنا الاتنين انضمينا لشبكة السماء واتمنى ندعم بعض، ليه ما نكونش فريق ونعتمد على بعض. شو قال له ده طبعا الاختيار المثالي علشان تغير مصيرك في مدرسة الطاقة الروحية. فجيا قال له خلي بالك انا هسرق منك الاضواء. شو قال له بتفاخر كده شوف لك مكان في الظل الاول. فجيا قال له طب ما علينا يعني والكلام دوت، انت طلبت مني اجي للبيت ليه؟ انا مش نجمة حظك يعني، او لما بتمسك ايدي طاقتك بتزيد ولا حاجة. اوبا. جيا تاني مرة في الانمي يقصف ولا يبالي، كانت اول مرة في الموسم الاول ومرة كمان في الموسم التاني، ولو انت فاكر اول مرة قصف فيها جيا شو اكتب لي في التعليقات ويلا نكمل. شو بيقول له انا عاوز 3 نقط من دم. فجيا قال له تمام. شو قال له يعني مش هتسالني انا عاوزهم ليه؟ جيا قال له يعني لو سالتك انت هتقول لي يعني. شو قال له طبعا لا، هي دي فيها كلام. فجيا قال له الخنزير هيفضل خنزير حتى لو عدت كذا سنه، بس على العموم خد يا عم 3 نقط من دمي، وانا عارف انه ممكن تكون عاوز دمي علشان ما عندكش دم ولا حاجه. فشو ضحك كده وطلع انبوبه اختبار واخد دم جيا فعلا. وبعدها طلعوا لبره، لقوا العجوز ومراته مستنيين شو بره. بتقول له الحاجه مش هتعرفنا على الولد المز اللي جنبك ده؟ يا حاجه في واحد جنبك، في لطع جنبك، ولا يا حاج ما عدتش شغال؟ ما علينا يعني. بيقول لها شو على فكره هو مرتبط واسمه جيا. فجيو بيضحك كده وبيكون محرج جدا، بس شو بيكمل وبيزود في الخنزره وبيقول لها بس ممكن اخليكي زوجه تانية يعني. فالعجوز ومراته بيتصدموا وشو بيكسب منهم نقط. وبعدين بيدخل لبيته وبينادي على لو، بيقول لها تعالي عندي ليكي خبر حلو. لو قالت له ايه الخبر الحلو؟ قال لها هتروحي للمدرسه من بكره يا عسوله. لو قالت له هو ده الخبر الحلو؟ ده خبر منيل وزفت على دماغك، هي دي اخبار تصحي فيها الواحد 6 الصبح علشان تقولها له؟ ده انت بارد يا اخي، انا مش هروح لمداري. شو قال لها انت هربت من الميتم وبتعيشي معايا وبسبب ظروفنا الماديه ما كنتيش بتروحي للمدرسه، بس دلوقتي معانا فلوس فمن بكره هتروحي للمدرسه يا اختي، ولو بقى ركبت دماغك وما رضيتيش تروحي فمش محتاجه اقول لك ان مفيش مكرونه ولا فطاير ولا فواكه ولا عصير. فالبت قالت له الا العصير، خلاص هروح المدرسه. فشوف فرح كده وعمل حركه النصر وشكله كان فرحان في لو، بس البت قالت له بس عندي شرط واحد، اعمل الاكل في 3 دقايق بس. فشو عمل بايده كده وجاب لها الاكل في ثواني. فالبت اتصدمت وقال لها يلا علشان تروح المدرسه يا شاطره. فالبت اتصدمت وشو فضل يطلع لها في اصناف اكل جديده كل شويه، والبت بتتصدم وبتديله نقط كتيره. خنزير اقسم بالله شو دي حاجه ما فيهاش كلام يعني. لو بتكون قاعده محروقه وشو مش فارقاله، قاعد فرحان فيها وفي النقط اللي عماله بتجيله. بعدين البت بتجيب اخرها منه وبتسيبه وبتطلع لبره وبتلاقي السنجاب بيلعب مع شويه فيران. فلو قالت شو مطلع عيني، لما نطلع عينه السنجاب ده بتروح عليه بالمكنسه ديت وبتقول له على جوه يا شاو وما عدتش تلعب مع الفيران تاني لحسن وديني مفيش شيبسي. وبتضربه هو والفيران وشياو كان خايف جدا وعمال يطلع في نقط. السنجاب ده صعبان عليا الصراحه. بعدها شو بيطلع وبيلاقي له عماله تلعب في خدود السنجاب، والسنجاب يا عيني مش عارف يعمل اي حاجه. بيسمع تهزيق له وهي بتقول له ما عدتش تلعب مع الفيران تاني لحسن السعك على طيبه قلبك. بعدها شو بياخدها وبيروح يتعشى مع المعلم ليه وبيقدم له ورق له علشان هو المدير وكده، وبيسلم عليه وبيضحكوا مع بعض وشو كان بيغيظ له وبيعمل علامه النصر كده. وبعدين بيروح يتدرب عند العجوز، والعجوز بيقول له ليه ما طلبتش مساعدتي علشان تقدم للو في المدرسه؟ شو قال له ما تقلقش لسه هخليك تذاكر للو برضه. فالعجوز بيتصدم وبعدين بيقول له انت عطيت للمعلم ليه انبوبه اختبار بالدم؟ شو قال له ايوه ده دم لو. العجوز قال له انت كذاب، اختبار الطاقه الروحيه ده بيحدد مؤهلات الطالب الروحيه، وانا عارف ان له قدراتها عاليه وعارف كمان انك خايف عليها، بس لكل طالب بصمه معينه وسجل فيه عينه من دمه، فهو كام يوم وهيعرفوا لو عينه دم اصليه ولا مأخوذه من طالب تاني عنده قوه خارقه. انت فاكر ان ليه ده غبي؟ اي نعم هو شكله يقول كده بس هو لا، وانا عارف انك اخدت دم جيا صاحبك علشان تخلي قوه لو مخفيه عن الكل، وانا طبعا علشان جارك من سنين وعارف ان مفيش حد من صحابك بيجيلك البيت خالص، اما امبارح بقى جيا جالك واكيد ما كانش صعب عليا ان اعرف انك بتخطط لايه بالظبط، وكلها للاسف شويه وهيعرفوا سرك. الواد اتصدم والعجوز كمل وعطاله انبوبه اختبار غيرها علشان يغيرها مكان بتاعه جيا، وبيقول ان المعلم ليه بيعين انابيب الاختبار على المكتب بشكل عرضي ومفيش وقت قدامك، كلها كام ساعه والصبح يطلع والمدرسه تتفتح وكل هيعرفوا الحقيقه. فبيروح شو بينادي على لو، البت بتفتح وهي كانت نايمه وشو بيقول لها يلا عشان المدرسه هتتاخري البسي بسرعه. البت بتبص في التليفون كده وبتاخد الصدمه بقى، الساعه لسه الفجر ومصحيني علشان المدرسه، يكش تولع انت المدرسه في يوم واحد، وبتحذفه بالتليفون
يضربهم بس شو بيمسكوا بين ايديه وبيقول لها طلعي المجرم بتاعك يلا. البت بتسمع كلامه وبتستدعيه فعلا، وكان لسه بيضحك من الموسم الاول لو تفتكروا. ضحكته مستفزه بصراحه يعني. لو بتقول له منك لله يا اللي في بالي، ربنا ياخدك يا شو بيقول لها بتكبر كده، مش مهم اذا كان بيضحك ولا لا، المهم ان قوته زادت. فالبت قالت له منك لله منك لله. بعدها شو بيقول لها المجرم هيودي الانبوبه ويبدلها مع اللي في المكتب للمعلم ليه، وبيطلب من له انها تتحكم في المجرم، وبيستخدم هو عين التكوين وبيدخل وعيه جواها. المجرم بيجري وشو طاير فوق منه، بيدي التعليمات للو علشان ما تغلطش في الاتجاهات. بيكمل المجرم جري وشو وراه بينقل تحركاته للو، وبعد شويه بيوصل المجرم للمدرسه وشو بيترخم على لو شويه وبيوعدها انها لو ركزت واتحكمت في المجرم كويس هياكلها في مطعم. بيرجع شو تاني للمجرم وبيحدد مواقع كاميرات المراقبه وحراس الامن، والحراسه كانت مشدده اخر حاجه الصراحه. بس شو بذكائه حل الموقف ودرس اماكنهم وظبط كل الاحداثيات وبعتها له، واللي هو جهه المجرم، والمجرم بيفتح الشباك وبيدخل لجوه بيبدل انبوبه الاختبار وبيطلع. وهو طالع بقى بيشوفوا حراس امن بيفضل يسأله اسئلة، والمجرم عمال يضحك، والعيال بقى كانوا مصدومين، ولو كانت متعصبة على شو وبتتحكم في المجرم وبيضرب حارس الامن وبيفقدوا الوعي. وبقى حراس الامن بيتواصلوا مع بعضهم وبيروحوا علشان يمسكوه. لو بتخبي المجرم في المكتب والشرطة بتدور عليه، بيمسك واحد فيهم وبيرميه على اصحابه، باقي الشرطة بيحاصروه فبيطلع يجري. رصاصة من خارج المبنى بتيجي فيه بتخترق الجسم الاسود. شو بيقلق على لو وكان خايف لا تكون الرصاصة دي اثرت عليها ولا حاجة، بس البت بتقوله طالما الجسم الاسود متأثرش فانا مش هتأثر. فالواد بيطمن وبيرجع للجسم الاسود تاني، وكان هرب منهم. والمنظمة جت وما كانتش فاكرة هما شايفين الوش ده فين، ومش عارفين ايه غايته من سرقة انبوبة اختبار. وشو بقى كان بيخبط على العجوز بعد لما فشل في تبديل الانبوبة. العجوز بيقول له عايز ايه؟ شو قال له عايز اغير انبوبة الاختبار. العجوز بيقول له عشان ده اول طلب منك فهعمل لك اللي انت عايزه المرة دي يا عم. شو بيشكره وبيمشي. العجوز بقى بيتكلم مع مراته وبتقول له ان في نار اتضربت على شخص اسود غريب كان بيضحك طول الوقت. فالعجوز قال لها يبقى مش شو، انا كنت فاكر ان عنده بطاقات مخفيه. فقالت له الحاجه مش يمكن تكون له هي البطاقه الرابحه بتاعته؟ قال لها ممكن، انا اساسا اموت نفسي لو الواد دوت طلع ما عندوش بطاقات مخفيه عني، بس هساعده علشان ده اول طلب يطلبه مني ومش عاوزه يخبي عليا حاجه، فعلشان كده هساعده يمكن اكسب ثقته واعرف قوته وقوه له. وعند المعلم ليه كانوا بيتفرجوا على تسجيلات الكاميرا وشافوا المجرم واللي حرفيا مش بيعمل حاجه غير انه بيضحك. والمعلم ليه كان متضايق وفاكر المجرم ده بيهزأ بيه. اتنين بيقولوا له مش يمكن يكون بني ادم لاسع وخلاص، واتنين تانيين بيقولوا شكله قتل مراته علشان كده فرحان. وبيدخل عليه واحد بعدها وبيقول له انهم حللوا البصمات اللي على الانبوبه وما كانتش فيه اي بصمات غير بصمتك ايها المعلم ليه. فبيتعصب المعلم ليه لانه مش عارف الحرامي دوت كان عاوز ايه من المدرسه، بس ما علينا يعني. هما الاتنين هوبا خالص. تاني يوم بقى شو بياكل له في مطعم زي ما وعدها امبارح، وبيحاول يتخنزر على البنت كده بس مش بتعبره، فبيتبارد على السنجاب وبيكسب منه شويه نقط. وبعدين بيروحوا للبيت. شو بيطلع فاكهه من اللي معاه كده وبيقول للسنجاب عاوزها. السنجاب كان رايح عليه فعلا بس شو خباها وقال له تعرف تتواصل مع الفئران اللي بره وتخليهم يطيعوا اوامرك. بس السنجاب بيكون مصدوم لان لوزة زعقت له الصبح وقالت له ما عدتش تلعب مع الفئران تاني، ولما بيلاقيها ما عندهاش مانع فبيطلع لبره وبيقف على الشباك كده وبيصفر للفئران. الفئران بتروح له فعلا. شو بيقول له حلو قوي، تقدر تدربهم على جمع المعلومات والتجسس. السنجاب قال له لا دول اغبياء ومش هيفهموا حاجه مالهمش اي لازمه. فشو مش بيكون فاهم شياو بيقول ايه، فالبت له بتترجم له. وشو مش بيكون عاجبه انه مش فاهم لغه السنجاب كده، فبيديله التفاحه وبياكلها وبتبدا طاقته انها تزيد. لونه هو كمان بيتغير وبيحس انه بقى جامد اخر حاجه. وبيقول لي شو انت بقى عمال تتنطط لي يالا من ساعه ما شفتك في الحطام ده، انا هكسر دماغك دلوقتي. وبينط على شو علشان يضربه بس لو بتنتشه وبتعجب بشكله الجديد جدا وبتفضل تلعب في خدوده. والسنجاب يا عيني بيعيط ومش عارف يعمل اي حاجه. وكانت لقطه من اكتر اللقطات اللي ضحكتني الصراحه. وشو بقى بيملى الجردل بالميه وبيعصر تفاحه من عجله الحظ فيه. وشياو كان يا عيني مصدوم لان شو عصر التفاحه في الميه وما عطاهالوش هو ياكلها. وشو ما كانش فاهم السنجاب بيقول ايه. بيسال لو بيقول لها هو بيقول ايه السنجاب اللاسع دوت. فلو بتقول له السنجاب اللي ملوش دوا دوت زعلان وعايز ياكل التفاحه. فشو بيقول له ما تقلقش طول ما انت بتسمع كلامي هروق عليك. بس السنجاب بيقول له اعتمد عليا هدرب لك الفئران. طبعا ما كانش فاهم ولو بتترجم له. والسنجاب بقى بيشرب الفئران من ميه التفاح وبيبدا شكلهم انه يتغير، بيطلع لهم شعر كده وبيبقوا اذكياء. والسنجاب بيتحكم فيهم
فيهم وبيطيعوا اوامره. وبيقول لي شو ايه رايك؟ شو مش بيفهم وبيكون زعلان لانه مش عارف يتكلم مع السنجاب ويفهمه، وبيفكر كده وبيبص على السنجاب كده، والبصه دي مش مريحاني الصراحه. وده اللي حس بيه السنجاب برضه، بيعمل نفسه مش سامع كلام شو. بس انت متخيل ان شو مش هيطلع عينه صديقي؟ لا والله. شو بيمسكه وبيجيب له التابلت وبيمسكه قلم وبيجيب له الحروف علشان يتعلمها. بيقول له شو كل يوم هتحفظ 40 كلمه كل يوم وتكتبهم 60 مره. فالسنجاب بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وتاني يوم بقى شو بيودي له للمدرسه وباين انه فرحان فيها على الاخر. له طبعا بتكون متعصبه وبتسيبه وبتمشي، بس شو بيلحقها وبيقول لها خلي بالك على نفسك وما توريش قوتك لحد. وبعدين بتدخل له على الفصل وتحس انها مش طايقه المدرسه كده، وبتعرف عن اسمها بكل برود، وزمايلها بيتصدموا من برودها دوت وبيطلع منهم نقط. والمدرس كمان بيتصدم وبيقول لها ايه السنجاب اللي جايبه لنا ده؟ انت في مدرسه يا لوزه مش في حديقه حيوان. اسمعي يا بنت الصرمه، السنجاب ده ما يجيش معاكي من بكره، المدرسه للتعليم مش للسناجب والكلام الفاضي دوت. فلو بتقول له ادي يا عم السنجاب اللي مزعلك حطيناه في جيبنا. وبعدين قال لها المدرس ادخلي واقعدي. في مدرسه شو بقى كان شو بيتفقد النقط السلبيه اللي جات له من مدرسه لو، وبيطلع ان الخنزير بتاعنا بعت له للمدرسه علشان تجمع له نقط سلبيه. الكلب عمره ما يتعدل اقسم بالله. بس فجاه بيلاقي ان المشاعر بتزيد بصوره مش طبيعيه، وشكل كده له عامله مصيبه. فبعدين بقى بيطلع المعلم ليه وبيرحب بالطلاب وبيقول كلمتين وبينسى الباقي، فبيطلع الورقه وبيتكلم منه بيشجع الطلاب. والكلام كان حماسي بصراحه، العيال كلها اتحمست، ده حتى شو يا صديقي كان متحمس جدا. بس وفجاه نقط كتيره بتجيله من مدرسه لو، وشكل الموضوع بجد. بيوصل شو وبيعتذر للاهالي كلها، وبعدين بيروحوا. وشو كان ماشي ومش بيتكلم مع لو، والبنت كانت محرجه جدا من اللي عملته، بتحاول تجري عليه وتمسك ايده، بس شو زعلان جامد منها. بتجري وراه تاني وبرضك مش بيعبرها. بيوصلوا على البيت كده والبنت ساعتها بتعيط وبتعتذر من شو، وبتطلب منه ما يرجعهاش للميتم من تاني، وبتوعده انها مش هتعمل حاجه زي ديت تاني. وبتفضل تعيط وشو مش معبرها. بيطلع على السطح والبنت بتطلع وراه بتقعد جنبه، وشو بيقول لها انت اكيد عارفه غلطتك. البنت قالت له ايوه، ما كانش المفروض اخلي السنجاب يضرب زمايلي. شو بيقول لها انا عارف ان العالم دوت ظالم للضعفاء، وانك لازم تكوني قويه علشان تدافع عن نفسك، بس مش تستخدمي قوتك في اذيه الاضعف منك، فخلي بالك بعد كده، ومش عشان قالوا عليكي شويه كلام وحش كده تكسري وشوشه. فالبنت بتقول له انها هتاخد بالها بعد كده. وبعدين بيتكلموا شويه مع بعض وبيتصافوا، وبيسالها شو ايه رايك في موضوع القتال من اجل حمايه الناس. البنت قالت له اكيد طبعا لازم تحمي الناس اللي بتحبهم زي العجوز والبياع اللي بيبيع جنبك. شو قال لها انا قصدي لو حد انا معرفوش هل لازم ادافع عنه؟ لا قالت له ايوه لازم تدافع عنه، لان حمايتهم تشمل حمايه الناس اللي بتحبهم برضه. فشو بيضحك لها وبيقول لها ما انت حكيمه اهو. فبتضحك وبتعدي اليوم على كده. وفي مكان تاني كان رئيس منظمه السماء قاعد بيقرا كتب، والمساعد بتاعه بيقول له انهم لسه ما يعرفوش مكان عين التكوين اللي اتسرقت من الحطام اللي فات، وانه شاكك ان مجموعه من الطلاب هم اللي اخدوه. بس كل اللي انا متاكد منه انك لازم ترجع عين التكوين دي، وانه بعت ناس فعلا تراقب تدفق الهالات، وبيعرفوا انهم شاكين ان اللي هجم على المدرسه كان في حد بيساعده باستخدام عين التكوين طبعا. وفي بيت العجوز بقى كان بيحكي وبيفتكر ساعه ما كان لسه شاب صغير وحليوه كده، وكان بيتدرب في احد المعابد مع جده. كان جده صارم معاه جدا في التدريبات علشان يفتح مهاره بحر تشي، ووعده انه لو اتقنها هيخليه يزور القريه ويمشي من المعبد ده خالص. فاتضايق في وقتها لان المهاره ديت بتحتاج 3 سنين على الاقل، وبيقطع وعد على نفسه ان هو يتعلم المهاره ديت في وقت قصير. فمسك سيفه وبدا يتدرب يوم ورا التاني، وكانت مهاراته بتتحسن. تعدي سنه ونص وبرضك مش بيفعل مهاره بحر تشي، وكان في قمه حزن. فجده قال له انت مفيش منك فايده. العجوز بقى كان متعصب لان هو اتعلم المهاره ديت في سنتين وشو اتعلمها في شهرين بس. صراحه عنده حق يعني، ما هو الفرق مرعب الصراحه. الحاجه هي كمان بتهديه، وبيشوف شو بعدها وهو بيتدرب بصوت عالي. بيطلع العجوز وبيقول له بطل حظ يلا هيجيلك بواسير، انت فهمت الكلام اللي انا قلته لك غلط، المفروض تخزن طاقتك وتكثف عدد السحب الممطره مش تحزق كده، غلط عليك يا ابني. فالواد بيركز وبيحاول يطبق كلام العجوز، بس من كتر الحزق الواد بيكون خلاص مش قادر هيطرشق، بيجيله تسلخات، فبيقعد في الحمام بالساعات ولو بتستغيبه. فبيطلع لها وبيوري لها المكان اللي هم هيزوروه. فالبت بتفرح جامد، بتفرح خالص، وبتقول له هنروح بطياره ولا قطر؟ قال لها هي دي محتاجه كلام، اكيد يعني بالقطر. فالبت له بتقول له القطر هياخد 22 ساعه ومفيش كراسي مريحه للنوم. فالواد بيطنشها وبيطلع يتدرب مع العجوز، والعجوز قال له ان هو هيعلمه مهارات جديده اسمها مهاره برايل ومهاره الوش. بعدها بيديله السيف وبيبدا انه يتدرب، بيركز كده وبيدخل لمهاره بحر تشي، بيجمع الطاقه حوالين سيفه وبيضرب بس من غير اي فايده. الضباب هو كمان بيزيد، الواد بيركز من تاني وبيفضل يجرب كذا مره، السحب بتزداد وتتراجع، فالواد بيتحمس اكتر انه يعملها وبيفضل يتدرب طبعا، والموضوع كان صعب جدا.
العجوز بيدخل في بحر تشي بتاع شو، واول لما بيدخل بيتفاجأ بكثافة السحب اللي شو كان وصلها في شهرين بس. بيشوف شو هو بيزود في طاقته، فعلا تحكمه بالسحب بيكون اقوى من الاول، والعجوز في وقتها كان مصدوم على الاخر. شو بيجمع مقدار اكبر والعجوز كان في غاية الصدمة. شو قدر يكثف السحب بالشكل اللي يخليها تنزل المطر، وبيضرب ضربة بعدها وبتعمل صوت مضوي. العجوز بيتصدم على اخره، بيقول له ازاي قدرت تنفذ مهارة صوت الفنون القتالية دي. شو بيقول له بتقول ايه؟ عيد كلامك تاني. العجوز في ساعتها بدأ يفتكر شبابه تاني، وساعة لما شاف في سجل أجداد عيلته وشاف إن في مهارة واحد بس من عيلتهم هو اللي قدر يتقنها ويتعلمها ومحدش عرف يتعلمها من بعده، وده اللي خلى الراجل العجوز متعصب وعمال يطلع في نقط لشو. شو ما كانش فاهم العجوز متضايق ليه، وبعدين بيقول له العجوز لازم تتدرب أكتر وأكتر وتقدر تفتح مهارة جبل تشاهي. شو بيقول له تمام وبيتدرب بجد، وبعدين بيعرف العجوز إن هو هيسافر مع لو، وبيقول له مش هنضايقك الأجازة دي. فالعجوز بيقول له تروحوا وترجعوا بالسلامة، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى بيفطر شو مع لو، بيجهزوا الشنط وبيلبسوا، والبت لو كانت فرحانة جدا لسه صغيرة برضو. وبس كده زعيم بيخلص الجزء الرابع من حكاية شو. لو عايز الجزء الخامس اكتب لي تحت في الكومنتات، ويلا يا عم سلام سلام سلام.